مصر القادمة يا اخوان غول غول. وعمل، انا استغربت يا اخوان، والله اني استغربت لما عرفت انه شبكة الطرق اللي عملها السيسي من 2013 يا اخوان لغاية اليوم تجعل الجيش المصري ينتشر في 6 ساعات في كل مصر. معقول يا اخوان اكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع ينتشر فيها الجيش في 6 ساعات؟ هذا ولا في الخيال. وهم بيراقبون الان، بيراقبون كل هذه الاشياء ويتمنون دمارها قبل ان تتغول مصر. مصر القادمة يا اخوان غول غول. واللي حمى مصر هو فصل الجيش المصري عن كامب ديفيد وسفاسف السياسة. الجيش تغول وفي موقف دفاع، لا يستطيع ان يهجم، مستحيل، لكن اهجم عليه وشوف النتيجة. يعني الجيش المصري اليوم يستطيع ان يحارب على اكثر من جبهة زين، وفي ساعات يمحوهم على فكرة. يعني لو فرضت عليه حرب في الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وفي السودان وفي ليبيا يستطيع أن يوزع الجبهات هذه كلها ويغرقها في ساعات. بفعل الأفراد الموجودين معاه قوة هائلة جدا من الأفراد، وقوة عسكرية هائلة جدا في كل المعدات وفي كل الوحدات، جميع الوحدات البرية والبحرية والمدرعة ومنظومة الصواريخ وما شابه ذلك. فهذه كله يقول لهم الآن للحماية، احنا ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. وعندكم الآن محطة الضبعة اللي بداها جمال عبد الناصر شغالين عليها مع الروس للطاقة النووية. شوفوها لما تجهز هذه، والروس ما يريدوا منها شيء، يريدوا فقط أن يأخذوا منها من دخلها، ما يريدوا من مصر أي حاجة حاضرة.